ليه البلاء طول؟ عشان ربنا بيحبك، بل انت كمان فعلا بتحب ربنا. ربنا ما بيبتليش بس غير اللي بيحبهم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك اشد الناس بلاء الانبياء فالامثل فالامثل. اكتر حد هينزل عليه بلاء هم الانبياء واللي اقرب ليهم من منزلة. فانت منزلتك عالية عند ربنا، فاول نقطة اطمن، انت ربنا بيحبك. ولكن البلاء مش نازل عشان تصبر وتتحمل، البلاء نازل عشان ترجع. ربنا ليه نزل سيدنا يونس في بطن الحوت لما عصى امره؟ عشان يصبر ولا عشان يرجع؟ ده ربنا قال لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مقزوم. ربنا بيقول له اوعى تعصي امري زيه لحسن هبتليك زيه. معنى كده ايه؟ ان ربنا مش عايز يبتلي. ما يفعل الله بعذابكم؟ ربنا يستفيد ايه يعني لما تتعذب ولا انه يبتليك؟ ده قال لك في آية تانية فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا أنه ذكر ربنا وتاب كان هيفضل في البلاء طول حياته. ليه كان هيفضل مبتلى طول حياته؟ عشان ربنا بيحبه. انت بفعلك ده بتقول له دخلني النار. فربنا بيحبك، بيقول لك انت عايز تدخل النار ليه؟ انت مش عارف ان انا حاطط قوانين في الكون ده؟ ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مش ربنا قال ان اللي هيعصيه هيدخله في نار خالدا فيها؟ طالما في وعيد اعرف ان هي كبائر. وربنا قال لنا ايه في القرآن؟ لو بعدت عن الكبائر هسامحك عن الصغائر وهدخلك الجنة. معنى كده ان لو في بلاء نازل بسبب ايه؟ صغائر ولا كبائر؟ كبائر، صح كده؟ لانه قال لك لو بعدت عنهم هسامحك وادخلك الجنة. طب لو ما بعدتش عنهم مش هسامحك ومش هدخلك الجنة. ولنذيقنهم من العذاب الادنى اللي هو عذاب الدنيا دون العذاب الاكبر اللي هو النار لعلهم يرجعون مش يصبرون. ربنا منزل البلاء في الدنيا عشان ترجع. ولكن سيدنا يونس حاليا وهو في بطن الحوت هو ما بيعملش حاجة غلط، ولكن هو لسه ما تابش من اللي هو عمله. لازم تتذكر كل حاجة غلط عملتها وتتوب منها. طب أول ما تاب فاستجبنا له، فاق السرعة، البلاء اترفع بسرعة. وكذلك ننجي المؤمنين. ده ربنا كان هيسيبه في بطن الحوت لحد يوم القيامة، مديله فرصة ان هو يتوب ويرجع. طب لو ما رجعش هو اللي اختار، ربنا بيساعدك. ما اعتقدش ان ربنا هيدي حد فترة سماح طويلة قوي كده زي ما اداها لسيدنا يونس. ربنا بيحب سيدنا يونس لدرجة كبيرة قوي وبيعامله معاملة فيها رحمة. انت تعمل كده؟ انت تعصي امري؟ انا مش قلت لك افضل مع القوم دول ما تسيبهمش؟ تسيبهم وتمشي وتعصى امري، بس هدي لك فرصة تانية تتوب فيها وترجع لحد يوم القيامة. ايه الكرم والرحمة دي؟ فترة الإمهال دي مش أي حد بياخدها. في ناس تانية ربنا بيديهم كل حاجة، حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة. بعد ما عصوا أمر ربنا وعملوا كبائر الدنيا كلها ربنا اداهم كل حاجة. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا أخذناهم بغتة. تعالوا بقى. فانطبق عليهم قانون اللي هو عصى أمر ربنا سبحانه وتعالى فمصيره اللي هو نارا خالدا فيها. النوع التاني بيحب ويديله فترة سماح بل بيقرص عليه عشان يرجع. طب ما رجعش هو اللي اختار، مصيره نفس الأول بالظبط، ما تابش عن اللي هو عمله. إنما التاني بيديله حاجة يتلهي فيها، فاهم؟ ربنا بيقول لك استغفر هديك فلوس وهديك كل حاجه. معنى كده ان انت محروم بسبب ايه؟ فبيقول لك استغفر هديها لك. معنى كده ان انت ايه؟ في بطن الحوت.